شفت الاهلي عمل ايه في الزمالك؟ الزمالك ايه؟ الزمالك اساسا ما جاش. معلش هنعيد تاني. شفت الجمهور اللي راح يشجع بيراميدز عشان يكسب الاهلي؟ ما شفتش؟ تعال اوريك. صباح الخير عليك. لو لسه مش متابعني اعمل لي متابعه ولايك للفيديو، ويا ريت لو عجبك الفيديو تشيره. خليك معايا لاخر الفيديو عشان هوريك القضيه بشكل تاني خالص. ونرجع للموضوع. امبارح الاهلي كان بيلعب بيراميدز ماتش عادي زي اي ماتش الاهلي بيلعبه. طبعا الاعلام عندنا في مصر والصفحات الزملكاويه عملوا من الماتش ان هو ماتش مهم، وده ماتش القمه، وده ماتش مع ان ماتش القمه احنا عارفين ان القمه ديت ما بين الاهلي والزمالك. غير كده مفيش قمه. اي فريق تاني زيه زي اي فريق. الدعايه والاعلان اتعمل للماتش دوت اهميه كبيره اكتر من حجمه. الاهلي بيلاعب بيراميدز، فريق لا هو قطب من اقطاب الكره المصريه ولا هو حاصل اصلا على بطوله. هو بيحاول وانا بقول بيحاول ان هو يحصل على الدوري المصري السنه دي. طبعا ما فيش حد بيتعلم من الماضي ومحدش بيتعلم من الاخطاء بتاعته. يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله يعيش في الوهم والاهلي ياخد الدوري. حاجه تانية ما بيتعلموش من اخطائهم فيها. لا تأمن للاهلي وما تحتفلش بفوز الا لما تشوف بعينك لعيبه نادي الاهلي غادرة الملعب وراكبه الاتوبيس والاتوبيس عدى محيط الاستاد. غير كده اوعى تأمن للاهلي، عشان الاهلي فيه لعيبه تقدر تخلص في اي وقت. في جمهور راح عشان يشجع بيراميدز عشان يكسب النادي الاهلي، عشان عايزينه هو ياخد الدوري والاهلي ما ياخدش الدوري. طبعا ده ناس بتحلم. راحت بوجبه و200 جنيه. ما علينا من 200 جنيه والوجبه، خلينا في الناس اللي كانت قاعده بتتفرج على الماتش في بيوتها وبتشجع بيراميدز. وشاء السميع العليم ان الاهلي يخلص الماتش بالقاضيه، ويشاء السميع العليم ان يخلص الماتش قفشه، ويشاء السميع العليم إنه يوم الجمعة، ويشاء السميع العليم إن هو في الدقيقة 85. فرق ما بين القضية دي والقضية إياها اللي معلمة على 100 عقبة تقريبا بتاع 10 ثواني، ويجي قفشة يحطها. ويشاء السميع العليم برضو إن هي تروح على شمال الحارس في نفس الزاوية اللي راحت فيها القضية إياها. إخواننا اللي كانوا بيشجعوا بيراميدز أول لما شافوا القضية بتاعت قفشة صح فيهم ذكرى مهببة ب60 هباب على دماغهم. لعنوا اليوم اللي راحوا يشجعوا فيه بيراميدز، ولعنوا اليوم اللي قعدوا يتفرجوا على الماتش ويشجعوا فيه بيراميدز. سيبك بقى من كل دوت وخلينا في الماتش. لعبة بيراميدز كانت نازلة بتلعب بعنف، يعني كانت نازلة بتلعب بعنف. ده أولا. الحكم في البطاطا، يعني الحكم المصري أحسن منه. أولا ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات، يعني هما بيقولوا مش ضربة جزاء، بس الكرة دي تعتبر في القانون تدخل بتهور، فبتتحسب ضربة جزاء. ما علينا من الزملكاوية بيقول لك إن هي مش ضربة جزاء وما شافوش الجون التاني اللي هو التسلل واضح على تقريبا كان لقاي طلع قدام الشناوي في حاجة بالرؤية عنه في الهدف التاني. فجاء أحمد سامي لعبها بدماغه تقريبا في الدقيقة 51 وجاب منها الهدف التاني. وما شافوش إن ده التسلل، ما شافوش إن مدافع بيراميدز داس على رجل عبد المنعم في 18 وكان المفروض تتحسب ضربة جزاء. ما شافوش عرقلة إمام عاشور دفعة وعرقلة لإمام عاشور، ما شافوهاش. هما بس شافوا إن حسين الشحات داس على بطن اللعيب اللي هو داخل أصلا بتهور، يعني هو داخل أصلا بتهور داخل يشيله. فحسين الشحات عشان ما يتصابش رفع رجليه داس على بطن، طبيعي هتتحسب ضربة جزاء. وكان في ضربتين جزاء ما اتحسبوش. ده غير اللعبة بتاعت أكرم توفيق اللي زقه مع سبق الإصرار والترصد، وديت كان فيها إنذار وما اتحسبتش فاول. هما الزملكاوية بيشوفوا اللي هم عايزينه وما يشوفوش اللي هم عايزينه. بنقول مبروك للنادي الأهلي ومبروك لقفشة قضية جديدة في تاريخه بعد ما نزل بدقيقتين. هسيبكم تتفرجوا على القضية بس من وجهة نظر أنا بطريقة تانية مختلفة. ما تنساش تتابعني وتعمل لي لايك وتشير الفيديو لو عجبك. هسيبكم تتفرجوا على القضية وأقول لكم أشوفكم الفيديو اللي جاي. الحق القاضية بقى. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن علشان ايه ده؟ يتخاف مننا. وانا اللي فاكره عازمني لوحدي؟ هنا او بتعمل هنا ايه او هنا؟ هنا ما يتخافش علينا. بتعمل ايه هنا؟ ايه ده انتوا جبتوا لي فشار؟ يا ابني ارحمنا بقى. ده هيبقى فيلم جامد. امال الكولر فين؟ You ready? اولاد رزق قاضية، قفشة قاضية، ريدي. Let's go. يلا يلا يلا. عرضية وجول. العملية المرة دي مش زي أي عملية بطولات. بس لو كانت عدت كان بقت القاضية قاضية 40 متر لايك مي.
قفشه مش قلنا هنبطل؟ اخر مره هنبطل. مجدي بيعمل ايه؟ يا دوب بعد دقيقتين بيحط لمسه بديعه. مش قاضيه يبقى جامد. ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا، هنا او هنا او هنا او هنا، دور مش هتلاقي زينا.